البحرين، يا سلام يا أخ، يا سلام. عشت فترة 12 سنة في البحرين. من أجمل شعوب العالم اللي أنا قابلتهم الشعب البحريني. شيعة سنة، شعب بتحسه ظريف. بلد استضافتني استضافة جميلة، وكانت البداية لي في أي شيء. أنا دخلت البحرين عمري 18 سنة. اتعلمت فيها شنو؟ اتعلمت أي شيء. أحيي البحرين حكومة وشعبا، تحية طيبة لهم جميعا. الشعب الطيب المبتسم الظريف. 12 سنة أنا ما شفت منهم إلا كل خير، وأنا الآن خارج البحرين، ما عندي أي مصلحة في البحرين إطلاقا الآن، ولكن يعني بتتذكر الأيام الجميلة، بتتذكر الشعب ده كيف. يعني تعلمت منهم الكثير، ضحكت كثير. الله يحفظ البحرين. انا افتكرت انه التواضع والضحكه بس في الشعب البحريني، الناس اللي يعني اوضاعهم على قدرهم هم، لا حتى الشيوخ تحس التواضع فيهم. يعني لو انا كنت داخل البحرين وبسجل في الفيديو ده او بتكلم او كده، يعتبر تطبيل ومدح واعدي لكزز وادي بتاع. يا شيخنا انعل ابو اللكزز يا اخي، انعل ابو اللكزز يا اخي. ال القيمه الانسانيه ما تتقاس بالماده. انا والله العظيم سوداني، وعشت ايام جميله وتعلمت، والبلد دي يا اخي ما قصرت معي انا من كل النواحي. في حاجات مواقف انا ما داير اذكرها. فالان انا في دوله ثانيه بعيد كل البعد عن البحرين، اتذكرت جمالها وجمال شعبها والقهاوي الشعبيه والشوارع. انا احييهم من ديار المحرق الى الزلاق بكل قراها بكل مدنها. والله العظيم شوق شديد، واتمنى من الله سبحانه وتعالى، اتمنى من الله سبحانه وتعالى يدوم على اهلها الامن والامان والرخاء يا رب العالمين، وربنا ينصرهم يا اخي. انا احب البحرين، والبحرين من الدول اللي انا حتكون قاعده في ذاكرتي الى الابد. شكلتني وعلمتني كثير. تعلمت التجاره، اول التجارب لي في الحياه كانت في البحرين. اتطورت على الصعيد الشخصي. وبسال وبقول لكل سوداني يا اخي موجود في البحرين، دار اقول له يا اخي، في النهايه البحرين تعتبر وجهه اراد الله سبحانه وتعالى انك انت تجيها. اتمنى منك تمثلنا تمثيل جميل. يعني تحترم قوانينها، تحترم مواطنيها، تحاول ان ما تتعدى يا جماعه. ما عاوزين نغلط للشعب البحريني، لانه الشعب طيب جدا جدا. نتمنى من الله يعني السودانيين اللي موجودين هناك يمثلون تمثيل جميل، يعني لانه الشعب ده يا اخي ما يستاهل، وما نتمنى يجي غلط مننا نحن كسودانيين يعني. وربنا يحفظ البحرين.